أقرأ هذه الرواية انطلاقا من الوصف. اعتبرت أن الوصف يشكل بؤرة أساسية لتفكيك الرواية ولفهم مقاصدها ولكذلك الوقوف عند بنيتها الأسلوبية والشكلية. فالوصف في الواقع يعد جزءا محوريا في هذا السرد، بمعنى أن الوصف ربما يكون أنسب لأطروحة الرواية. تعد رواية غوان تيندوف تقريرا تسجيليا لواقع مأساوي في فضاء مرجعي يمكن الإحالة إليه في جغرافيا مغتصبة، جغرافيا أضحى دالها تيندوف متعدد المدلولات المرتبطة بالموت والجحيم والألم والسجن والعبودية. فالعنوان غوان تيندوف دال موسوم ومشحون دلاليا فالعنوان غوان تيندوف دال موسوم ومشحون دلاليا بسمات سلبية يتحول فيها الجلاد إلى وحش ويفقد فيها المعتقل إنسانيته ويصبح موضوع تجريب سادية مفرطة، سادية تنم عن حقد مركب ونفسية مريضة مجردة من كل معيار أخلاقي. ويبدو أن الروائية التي هي ناعمة فنو بحسها الجمالي والفلسفي والنقدي قد فطنت إلى أن تسريد هذا الواقع المأساوي لا يتم بفاعلية بلاغية إلا بالوصف، وصف الأمكنة والأفعال والأقوال والأحوال النفسية. ذلك أن الوصف يمكن من ذكر الشيء بما فيه من الأحوال، هذا نص قديم هذا ديال القدامى والهيئات. وهذا النمط من الوصف الذي يبرز السمات الظاهرة هو الذي يجعل القارئ مستحضرا للموصوف حسا وتحقيقا، لأن أجود الوصف ما يستوعب أكثر معاني الموصوف حتى كأنه يصور الموصوف لك فتراه نصب عينيك، كما قال بعض المتأخرين: أبلغ الوصف ما قلب السمع بصرا. وبهذا يتحول الوصف إلى استراتيجية لكشف بشاعة الواقع في المخيمات ووحشيته، كما يتحول إلى حجة. أن الوصف لا يصبح مثلا زينة أسلوبية وإنما يصبح حجة، كما يتحول الوصف إلى حجة تستقي ذاتها الأساس من الواقع. بل إن الوصف أضحى في الرواية عنصرا مركزيا، أن دائما في الدراسات السردية نقول بأن الوصف هو تناوي مكمل، وأن دائما الغاية هو البحث عن بنية السرد والأفعال والأحداث، في حين أن القارئ يمكن أن يقفز على الوصف. وهناك كثير من النصوص تدل على أن القارئ قد يتجاوز الوصف، وخاصة في بعض الروايات الواقعية كزولا. ودائما تجد أن الإنسان دائما يبحث عن الحدث ويقفز الوصف. كذلك في الأفلام، بعض الأفلام التي تكون فيها استطرادات دائما نسرع الحركة لتتبع الأحداث. بل إن الوصف أضحى في الرواية عنصرا مركزيا وجزءا بنائيا بانيا للحبكة الروائية في ديناميتها وتطورها. فالوصف في الرواية لم يعد ديكورا أو تزيينا أو إطارا لفعل، كما أنه يتجاوز تقصي الجزئيات والمعطيات الخارجية إلى التأمل في الوجود والعدم والحياة والموت والألم والأمل. ومعنى هذا أن الوصف في الرواية لا يقتصر على إعادة الواقع بطريقة مرئوية لا حضور فيه للذات المؤولة والمدركة، وإنما يتعدى ذلك إلى تفسير الواقع وتفكيكه ونقده. يقول روبغري: رغم أنه توجد في كتبنا أشياء كثيرة موصوفة بدقة، فتمة دوما وبدءا البصر الذي يراها والفكر الذي يعكسها والعاطفة التي تشوهها، فأشياء روايتنا لا حضور لها أبدا خارج الإدراك الإنساني الحقيقي أو الخيالي، وهي تحضر على النحو الذي تشغل به أذهاننا في كل آن. لقد كان الوصف يستخدم لرسم الخطوط الكبرى لذكور ما، ولم يكن يتحدث إلا عن أشياء تافهة، وكان يزعم نسخ واقع سابق لوجوده في النص. لكنه الآن حسب هذه، لكنه بمعنى أن الفكرة التي يمكن أن نجدها مرتبطة بالوصف في الرواية، لكنه الآن يؤكد وظيفته الإبداعية. إن كامل أهمية الصفحات الوصفية أي مكانة الإنسان في هذه الصفحات لم تعد إذن قائمة في الشيء الموصوف، بل أصبحت كائنة في حركة الوصف ذاتها. وبهذا الاعتبار لا يمكن للقارئ القفز على المتواليات الوصفية وتتبع حركة الأحداث وتمثلاتها. إذن بدون الانتباه إلى المقاطع الوصفية لا يمكن إدراك مقصد الرواية
ورهاناتها. فالوصف لم يعد مكونا هامشيا ورديفا لتسلسل الأحداث وطرفا لا أثر له في تشييد العالم الحكائي، إنه المحور والمركز، وبذلك يتحرر من استبداد السرد وديكتاتوريته، ويضطلع بوظيفة تفسيرية ورمزية وحجاجية، لأنه الشاهد الملموس على بشاعة الواقع. ومن الواضح أن الروائية لا تصف وصفا سطحيا للفضاءات والأفعال والسلوكات والشخصيات، وإنما تتأملها وفق رؤية فلسفية وجمالية تتقاطب ضمن ثنائية الحياة والموت، الجنة والجحيم، السماء والأرض، الحرية والعبودية، الشرعية واللا شرعية، الوطنية والخيانة، الألم والألم. ولهذا التأمل الفلسفي أثره في استجلاب الخطاب الواصف من سجلات متنوعة دينية، شعرية، فلسفية، روائية، سينمائية، زجلية. ويمكن الانطلاق من العنوان غوانتندوف الذي صيغ صياغة وصفية مكثفة وتقويمية. ما معنى تقويمية؟ أن غوانتانامو حينما تضاف إلى تندوف تحمل معها تلك الدلالات السلبية المرتبطة بهذا المرجع، قيم تناسقا وانسجاما بين اللغة الشاعرية وجنة الوطن وأحلام الطفولة والذكريات الجميلة. فالرواية تؤسس لبرنامج سردي ينبئ بأن عالم البراءة والسمو والتعالي ومعادله الموضوعي المتمثل مجازا في الطائرة الورقية والطائرة F5 مهدد بالانمحاء والسقوط في الجحيم، وهو سقوط تتعرى فيه اللغة وتستسلم لنثريتها القاتلة. بمعنى أننا حينما ننتقل من هذا الفصل الذي هو انسجام وسمو وتعالي سوف نجد فصولا أخرى اللغة تنتقل من لغة شاعرية إلى لغة نثرية. بمعنى فالرواية تؤسس لبرنامج سردي ينبئ بأن عالم البراءة والسمو والتعالي ومعادله الموضوعي المتمثل مجازا في الطائرة الورقية والطائرة F5 مهدد بالانمحاء والسقوط في الجحيم، هو سقوط تتعرى فيه اللغة وتستسلم نثريتها القاتلة. وبذلك لم نعد في العالم الشعري واستعاريته، ذلك العالم الذي تتحرر فيه الروح من الجسد نص وتلامس الخيال وتقترب من أفكار الحالمين الشعراء والكتاب المتصوفة والخاشعة قلوبهم بالذكر والفكر. هذا نص من الرواية. وكأن بداية الرواية تساوي بين سمو اللغة وسمو الوطن، فكل شيء يلمع كالذهب من أعلى، وإن كان ليس كل ما يلمع ذهبا كما يقال، لكن عندما تحلق فوق وطنك كل شيء يصير لامعا، بل قطعة مرتعشة من القلب خالية من خلاياك يصير ذاكرتك المصغرة وأمنيتك الموغلة في التحقق. إن هذا التعالي والسمو هو ما يسكن الذاكرة ويترسب في قاعها، وسيشكل طاقة جبارة للمقاومة والصمود، إذ أن رمزية الأرض والوطن ليست مجرد طين، هذا نص من الرواية، وأراضي شاسعة وغابات واسعة. الأرض امتداد لأجسادنا وأرواحنا ونسلنا وهويتنا. وبالرغم من السقوط والوقوع فارسة في يد المرتزقة، فإن الذاكرة الأولية ذاكرة الوطن وحكاية أم هانية تمنحه القدرة على الانبعاث من جديد، لأنه يؤمن بأن الإنسان نبض كل شيء، يستطيع بإرادته وتمرين عقله تحويل الضجيج إلى أنفاس هادئة، والخلاء إلى جنان، والصحراء الشاسعة إلى جنة في كف اليد. والواقع أن الرواية انتظمت حبكتها في مسارين: مسار الجحيم والموت، ومسار الحياة بكل تجلياتها، والذي يبين بكل جلاء قدرة الإنسان على التحدي والتحليق بعيدا عن جحيم الأرض. وبما أنني اخترت مدخل الوصف سبيلا لاقتحام العالم الروائي، سأقوم بانتقاء مقاطع وصفية لها علاقة بالمسارين ونمو الحكي وبناء الحبكة. المقطع الوصفي الأول: لحظة السقوط. أنزل من الرواية، هذا نص من الرواية: أنزل نحو شيء أكبر من مصطلح الجحيم، أنزل إلى هاديس أسطورة، أو تارتوس كما لم يراها هيسيودوس أو جورجياس. أنزل إلى مكان يكون الموت فيه أرحم من الحياة. الموت أصل المعذبين، أمل المعذبين، الموت أمل المعذبين ومبتغاهم الذي لا يصلون إليه. عالم سفلي بامتياز مظلم على الرغم من شمسه الحارقة، مكان لا منطق فيه ولا يخضع لقواعد الحياة أو حكمة الموت. مثلث برمودا الذي لا يسكنه شيطان واحد بل جوقة شياطين وزبانية يعزفون أعنف سيمفونيات التعذيب بأسماء مشفرة. يأتي الوصف في هذا الملفوظ السردي كتفسير لعنوان الرواية المركب، تفسير يستعمل الاستعارات والتشبيهات والتمثيلات. ما معنى الاستعارات والتمثيلات؟ بمعنى أن تلك الأسماء، مثلا هاديس، ما معنى هاديس؟ هو إله العالم السفلي وملك الموتى في الميثولوجيا اليونانية. هيسيدوس مؤلف أنساب الآلهة. جورجاس مثلا اهتم بالبلاغة والبيان فكان أفصح زمان وبلاهم.
حذاء فينست فان كوخ، لأن هذا العنوان ديال الفصل. لوحة حذاء هي سلسلة لوحات شهيرة رسمها فينست فان كوخ في باريس بأسلوب طباعي، وتظهر أحذية ريفية قديمة ومهترئة تعبر عن عناء الكدح والفقر. بمعنى أن في الوصف حينما ذكرت هذه الأسماء فهي لم تقم بوصف واقعي يرتبط بما يسمى باللائحة الوصفية، لا ليست ديسكريبتيف، وإنما تتأمل. يأتي الوصف في هذا المفروض السردي كتفسير لعنوان الرواية المركب، تفسير يستعمل الاستعارات والتشبيهات والتمثيلات. ففضاء الهبوط يتجاوز متخيل الجحيم، إنه تكتيف للألم في أبعاده القصوى. هذه الأبعاد التي تتجسد من خلال أفعال وأقوال وتجسيدات وأوصاف على امتداد الرواية، وكأن هذا الفضاء المرتبط بمعاناة الإنسان المؤلمة يدفع إلى الاستشهاد بالعبارة الآتية المجازية: الآن وصلت إلى قاع البحر، الآن لا يمكنني أن أنزل أكثر. إنه فضاء العالم السفلي، رمز الظلام والاختطاف والموت. فالوصف هنا تأملي وفلسفي وجمالي، لا يدعو القارئ إلى مشاهدته بالبصر فقط، وإنما يدعوه إلى تصوره في مرجعيته الأسطورية والتشكيلية. هذه الأبعاد التي لا تقتصر على الإحالات الثقافية المحلية بقدر ما تفتح نوافذ المخيلة على المشترك الإنساني قصد مخاطبته وإقناعه بالمواضع التي يعرفها، وتتيح له تمثل هذا الجحيم الأرضي وهذا النوع من البشر الأشبه بالشياطين والزبانية. ويبدو أن استراتيجية الوصف التمثيلي والمجازي الذي صارت على نهج الروائية يتيح تكرار التيمة نفسها بصيغ متعددة وعبر محكيات متنوعة. فالعالم السفلي لا زماني، لأن الحياة فيه منعدمة، وما هو ساكن ولا زماني كمتخيل يناسب أسلوب الوصف، لأنه توقف يكسر انتشار السرد وتحولاته. وهذا التوقف لا يخلو من دلالة رمزية ملائمة لحالة استاتيكية شهدها المعتقلون في تندوف لمدة تصل إلى 20 سنة. في هذا الفضاء الشبيه بالمقبرة والجحيم انتفى الزمن وفقدت الحياة جوهرها وزمنيتها. يأتي أسلوب الوصف بأنواعه لتعطيل زمنية السرد وتأجيل سير الأحداث لفترة قد تطول أو تقصر. ومع ذلك فإن الوصف في الرواية هذه لا يشتغل كزينة أو ديكور، وإنما يعمل كمؤشر على أطروحة الرواية وترسيخها، انطلاقا من تضافر مقاطع وصفية تنبني على تشاكل المسارين الرئيسين: مسار الموت ومسار الحياة، مسار العالم السفلي ومسار العالم العلوي. فمسار الحياة هو الرواية نفسها، وهو الحكي المروي على لسان شخصياتها، بمعنى أن الحكي أصبح حياة. حينما تحكي عن هذه الذاكرة الجارحة فهي تتجاوز النسيان وتحوله من موت إلى حياة، بمعنى أن الحكي كما كان مع شهرزاد أن الحكي هو الحياة، هو محاولة للابتعاد عن القتل. فمسار الحياة هو الرواية نفسها، وهو الحكي المروي على لسان شخصيتها. إذ عندما يتحرر المرء من الصمت، هذا واحد النص جبته من بريطون على داك الشيء الألم، ما تنديروا دوك الدردره تنحاولوا نجيبوا شي حاجه باش تكون غادي هكا ندردروا، تجيب شي نص من شي فلسفه تيكون هذا النص من بريطون، من هذا النص من هذاك ديال بريطون. إذ عندما يتحرر المرء من الصمت الثقيل والمؤلم الذي كان ينهكه منذ شهور أو سنوات، فإنه يشعر وكأنه يولد من جديد، ويعيش لحظات استعادة الحياة العادية بحلاوة وانبهار. أنذاك ينمحي الألم من ذاكرته ولا يبقى منه إلا مرارة تجربة مرعبة لم يعد لمحتواها أي معنى. هذا بريطون أنثروبولوجيا الألم صفحة 45. إن سرد الذاكرة الأليمة لا يتضع بوظيفة التسجيل والشهادة فقط، وإنما هو تحرر من التجربة الأليمة وانتصار على المنزلق القدري المفضي إلى الموت البطيء. لأن الرواية في النهاية هي انتصار للحياة ومحاولة استرجاع تندوف. تندوف هي صحراء شرقية مغربية، بمعنى استرجعنا هذه المنطقة في الرواية، وكان والمعتقلون زرعوا فيها الخضار وقاموا بمجموعة من الأشغال التي أعادت إليها الحياة. كأن هذه الهوية الممزقة حينما تشعر كأسير، ولكن في بلدك وفي وطنك الذي هو تندوف كنا أمام هوية ممزقة، ولكن بما يسمى بالبعد الفلسفي الذي أتت به صراحة نيتشاوي الإنسان الأعلى، فإنها دائما تجعل من هذه السردية لا تمشي في مسار الموت، وإنما تنتهي باسترجاع الأرض حكائيا وباسترجاع الأرض على مستوى إحيائها بالفعل. إذا كان الزبانية البوليزاريو يقوم الأفعال كلها تؤدي إلى القتل، فالمكان هو مقبرة وحفرة، فالمستشفى هو مجزرة،
الزمان متوقف، ولكن مع الحكي دائما هناك سردية زمنية وهناك أفق الحياة. إن سرد الذاكرة الأليمة لا يتطلع بوظيفة تسجيل الشهادة فقط، إنما هو تحرر من التجربة الأليمة، انتصار على المنزلق القدري المفضي إلى الموت البطيء. مركز، هذا المقطع الوصفي الثاني: اقتادوني إلى مركز بغرب الرابوني. لم أحدد حينها المسافة التي قطعناها إلا بعد وصولي بمدة طويلة واحتكاكي بالأسرى. وصلنا المركز المسمى سابقا حاسي عبد الله جنوب تندوف، والذي يبعد ب 26 كيلومترا عن الرابوني. المركز عبارة عن مقر وزارة الدفاع ومديرية الأمن وعسكر الجزائر، المكان الذي يتم فيه التخطيط للعمليات، حيث يجتمع المستشارون من كوبا وألمانيا الشرقية والمختصون في حرب العصابات من دول عربية وأخرى أجنبية. كنت ممزق الملابس وممزق الجلد والهوية أيضا. سوف أحلل هذه الجوج صفحات وتوينوا باش نسكت، باش ما نكثر عليكم، لأن داك الشيء كثير. يؤدي هذا المقطع وظيفة وصفية تبدو في الظاهر موضوعية ومحايدة، إذ هناك التأطير الجغرافي والتوطين الفضائي، ثم تسمية المكان وشخصياته وأفعاله، وفجأة تتسلل بعض الأحكام الصريحة والضمنية، ليتحول الوصف من منطقة الحياد إلى منطقة التقويم. فالفضاء فقد هويته من جراء اشتماله على خليط هجين من الأجناس والمرتزقة، ويعملون في إطار استبدادي جزائري. كما أن الأسير يعد حجة قاطعة على البطش والقمع الذي يتعرض له المعتقلون، وذلك في غياب تام لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا. فالمقطع الوصفي ينتهي بما يسمى بالعبارة التقويمية. العبارة التقويمية دائما نقولها بأنها سيت اون اكسبرسيون ايفالياتيف، معنى ملي تكون تديروا الوصف تنجي واحد الوقيته تقولوا ما أروعه من مشهد تنوصف، ولكن في الآخر كاين واحد القولة تقويمية. هذه القولة التقويمية هي اللي كاينه فيها هذه الفكرة ديال كنت ممزق الملابس وممزق الجلد والهوية أيضا، بمعنى وصف، ولكن في النهاية قام بما يسمى بالعبارة التقويمية. كما أن الأسير يعد حجة قاطعة على البطش والقمع الذي يتعرض المعتقلون، وذلك في غياب تام لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا. فالمقطع الوصفي ينتهي بما يسمى بالعبارة التقويمية، وقد جاءت في صيغة كنائية تدل الصفات واللوازم على حالة الشخصية المزرية جسديا ونفسيا. وبهذا يكون الوصف حجة استدلالية على فظاعات الجرائم التي تقع في تندوف، حيث يفقد الإنسان إنسانيته ويتحول إلى حيوان أو لا شيء، أي إلى عدم. ومن ثم ليس غريبا أن تحفل الرواية بتشبيهات من هذا القبيل، تشبيهات كثيرة. مثلا الإنسان كيف يشبه؟ مثل شكوى مثقوبة، كعلبة كرتون فارغة، شيء لا يضاهي المكان، لا يضاهي جحيم حمادة تندوف، كأنها كهوف مظلمة الفم، وخدودهم ككرات صغيرة فارغة من الهواء، كأكياس زبالة، نظرات كالرماد مطفأة من بريق الأمل، وجوه شبيهة بصنارة يائسة في بحيرة جافة، كأنك دمية بلاستيكية فيقتل كالكلاب، نافذة صغيرة جدا على قبر صغير جدا، المكان الحفرة، أي في كون ضيق جدا. بمعنى أننا أمام واقع مأساوي وأمام سردية الموت، ولكن هناك سردية الحياة. سردية الحياة هي بعض المقاطع الوصفية التي تدل على ما يقوم به المعتقلون من تشييد وبناء وتربية للدجاج وزراعة وفلاحة وتطبيب ورحمة وتعاون، بمعنى أنهم يحاولون استرجاع هذه الصحراء الشرقية، بمعنى لم تعد مغتصبة، بمعنى أنها أصبحت جزء من الهوية وأصبحت كذلك جزء من حياة مستقبلية. ولذلك سيكون الهروب ليس هروبا كما هو الحال بالنسبة لغسان كنفاني، وإنما هروب قد يؤدي إلى ما يسمى بعائد إلى حيفا، بمعنى أننا سوف نعود إلى الصحراء الشرقية، ولكن بمنظور فيه نوع من الحياة. نقدر نقرأ لكم واحد المقطع الوصفي ديال نيتشه، كتبه هي. نيتشه هو تيهضر على الإنسان الأعلى، بمعنى هو اللي تيتجاوز هذه العدمية. صفحة 171. الرواية حقيقة يجب أن الإنسان أن يقرأ الفنون والتشكيل والرسم. هناك إحالات كثيرة كلها ثقافية، بمعنى أن حينما تقرأ دائما تتوقف لمدى للبحث في المعاجم والموسوعات وفي الشبكات حول دلالة بعض الرموز. مثلا الإنسان حينما يقرأ مثلا لابد أن يقرأ على الإنسان الأعلى: في داخل كل أسير منا رجل صالح. لاحظ هذه سردية الحياة.
البوليزاريو شرير ورمز الشر، وأجناس مختلفة كوبا ورؤوس شرقية، ولكن الأسير لاحظ معي في داخل كل أسير منا رجل صالح بلحية بيضاء يسير فوق الصراط بين الحياة والموت. هذا هو ما يسمى الفضاء البرزخية اللي قلت قبيله. هناك يا جلال تلك الشعرة التي لا تكاد ترى تفصلنا عن العالمين، هذا الرجل هو قوتنا الداخلية. بمعنى أن الأسير أصبح يمتلك قوة، بمعنى أن في الأسر محاولة لقهره وتيئيسه، محاولة لقتله نفسيا وجسديا، ولكنه دائما يحمل قوة ذاتية كطائر الفينق، مع طائر الفينق الذي ينبعث من رماد. هذا الرجل هو قوتنا الداخلية، إنه السوبرمان حسب تعبير الفيلسوف الألماني نيتشه، إنه إرادة القوة المتعالية عن كل ما يضعف فينا غريزة البقاء. لاحظ معي، بمعنى أن سردية البوليزاريو هي سردية الموت، وسردية الروائية كأطروحة مسيرة وموازية لهذه السردية هي الانتصار على الموت، ولكن كذلك استرجاع هوية مغتصبة، لأن تندوف هي أرض مغربية. ما يضعف فينا قدرتنا على تغيير جلود قلوبنا من الداخل، الرجل الخارق الذي يعيد تشكيل هندسة أجسادنا لمسايرة المعاناة، مصدر القوة والنشوة والانفعال، والعلة الأولى التي تحركنا نحو البقاء على هامش الحياة المطلة على المجازر البيضاء، مجازر. لذلك هذه الرواية في الواقع أتم حب الوطن، أن القوة ليست فقط بمرجعية فلسفية، ولكن كذلك بما يسمى بحب الوطن. الأسير الحقيقي منا من ليس له هدف، من ليس له موقف من معاناته، موقف من ألمه ومن الآخر. الأسير من لا يحرك خياله نحو إيجابي، بمعنى القوة في الخيال، كذلك الكتابة كسقي بذرة الحب في دواخن على الرغم من جفاف أجسادنا من الحرب. حب الوطن والزوجة والأبناء، بمعنى أن سردية الحياة تبدأ بالحكي، وهنا إحالة إلى شهرزاد الذي دائما الحكي هو ثم على مستوى مرجعيات فلسفية، وكذلك على مستوى الخيال، على مستوى الحلم، وعلى مستوى الارتباط بالوطن، وعلى مستوى الذاكرة. والذاكرة هي التي نجدها في الفصل الأول. الفصل الأول المهنية، الطيران في السماء، الطيران الورقية، بمعنى كل ذلك هو نوع من الرجوع إلى ذلك العالم الشعري، العالم الذي يجعلنا مرتبطين بالحياة. وكل السرد الذي ارتبط بالموت في علاقته بمحكيات البوليزاريو وتعذيبهم لجميع الشخصيات، في الأخير الرواية تنتصر على الموت لتفتح أفقها على الحياة وعلى استعادة هذه الهوية المغتصبة واسترجاع الصحراء على مستوى الحكي في انتظار استرجاعها على مستوى الواقع. السلام عليكم. ياك ما طول. لا غادي راه ترتبكت مع تنشوف بحال هكا عيقت. لا ما عيقتش. ياك جبت لكم الصحراء. والله خرجت.